بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، بتوحشوني كتير. من الفيديو للتاني. قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلب اذكروا الله ذكرا كثيرا، انا بذكر الله تطمئن القلوب. وصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. صلاة تفرج بها الهموم وتفرج بها الكروب وتفك بها العقد ان شاء الله. النهاردة تشكيلة جديدة جدا وتشكيلة جميلة جدا من قماش القطيفة والقماش الهمر والأنترهات وقماش الصالونات عند إبراهيم في سوق الخميس في المطرية. قلت لكم العنوان يا حبايب قلبي في أول الفيديو، عشان كتير من حبايبي بيقولوا لي العنوان فين بالظبط. الساحة اللي بنصور فيها دايما عند أم ولاء، أم زياد، أم رحمة، بتوع الجبرات، عندي بتوع أغلبية بتوع الأقمشة في الساحة دي يا حبايب قلبي، في وش مستشفى المطرية، باب العيادات الخارجية. بصوا يا حبايب قلبي، القماش ده قماش قطيفة ناعمة، بتتعمل كسوة للأنتريهات، للمخدات بتاعة الأنتريه. وبرضو القماشة التانية دي يا حبايب قلبي التايجر. كل القماشات دي يا حبايب قلبي دي بتتعمل كسوة للأنتريه. في ناس بتاخدها تشد بها الأنتريه نفسه، جسم الأنتريه نفسه. وفي ناس بس هي يعني مريحة جدا لو عملتها للشلت بتاعة الأنتريه. القماشة اللي في ايده دي إبراهيم دي يا حبايب قلبي دي للصالونات، دي طبلوهات للصالونات. الطقم بيتباع على بعضه كنبة وأربع كراسي. أربع كراسي طبعا، كل كرسي عليه طابلوه، والكنبة عليها 3 طابلوهات، قطعة واحدة. القماشة دي برضه يا حبايبي قماشة قطيفة، بس قماشة قطيفة من اللي هي القماشة الجامدة، القماشة الحلوة المليانة. أما دي يا حبايب قلبي برضه في القطيفة الخفيفة. قماشة القطيفة الخفيفة تتعمل برضه للمخدات الأنتريه الصغيرة اللي بتتحط في الظهر، تتعمل للشلت اللي على القعدة. شغالة ركن، شغالة انتريهات، ممتازة وجميلة جدا. دي برضو هي اللي قلتلكوا عليها يا حبايب قلب القماشة المليانة دي، بقى بتشد منها جسم الانتريه، شايفين؟ وش وظهر. والله شغالة الاتنين، وش وظهر. وش قطيفة اللي هو البن اللي انتوا شايفينه ده، والوش التاني عبارة عن ايه؟ الفتلة الستان الناعمة. يا ريت يا حبايب قلبي لو لسه مستمرين معايا لحد دلوقتي، ما تنسونيش في اللايك والشير، سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد انزله. يا ريت يا حبايب قلبي تتفاعلوا مع القناة شوية. يا ريت يا حبايب قلبي ما تحرمونيش من كومنت حلو كده من ايديكم، من باب جبران الخواطر. ربنا يكبر بخاطركم في الدنيا والآخرة يا رب. يا ريت يا حبايب قلبي أرجوكم 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 تتفاعلوا مع القناة. فعلوا زر الجرس، اعملوا لي اللايكات، لأن انتوا عارفين اللايك هو اللي بيرفع الفيديو. يا رب يا حبايب قلبي يعني تتابعوا قناتي كده وتستفيدوا منها يا رب، لأن أنا بحاول على قدر المستطاع بجيب لكم حاجة تستفيدوا منها، بجيب لكم حاجة حلوة كده، لعل وعسى حد يستفيد منها يا حبايب قلبي. وفرصة دلوقتي الأسعار حلوة والأسعار مريحة، السوق نايم مع الدنيا كلها يا حبايب قلبي. ربنا يصلح حالنا وحالهم يا رب، وعينهم على لم فلوس الناس دي. ففرصة دلوقتي يا حبايب قلبي، واحدة تجيب فرش انتريه، واحدة تجيب ستاير، واحدة تجيب سجاد، تجيب حافظة وتشيل بقى. كل سنة وانتوا طيبين، خلاص الأيام بتجري بينا، وخلاص بقى مادام عدينا السنة القديمة ده، هي ربنا يا رب يختمها لنا على خير. هنخش على السنة الجديدة بقى، وهنستقبل الشهور التلاتة رجب وشعبان، وهنخش على رمضان. كل سنة وانتوا طيبين. اللهم بلغنا رمضان يا رب، اللهم بلغنا وبلغ المسلمين رمضان يا رب. فكل ما ايدك تمسك قرش حبيبة قلبي، لو استلقطت لك حاجة زي كده وجبتيها شلتيها، لان في العيد طبعا الدنيا بتكربس على دماغنا كلنا، بنبقى مش عارفين نجيب ايه، مش عارفين نجيب حاجة للشقة. كله نفسه يجدد الستاير، كله نفسه يجدد السجاد، كله نفسه يجدد الحافظات على الأقل. لو مش هيجدد السجاد، الحافظات اللي طالعة جديد دي بتبقى تحفة وزي السجاد وأجمل من السجاد كمان. وإن شاء الله هصور لكم فيديو قريب أوي على الحافظات الجميلة اللي طالعة جديد دي. نفسنا نجدد فرش الأنتريه، نفسنا نجدد البياضات. ففرصة حبيبة قلبي، كل ما ايدك تمسك قرش تستلقطي حاجة كده وتركنيها في البيت، على ما يخش عليك شهر رمضان إن شاء الله، يخش علينا وعليك بألف خير، وعلى ولادنا وولادكم يا رب. تكوني جبتي كل كفاية شقتك، يا دوب بقى على لو عرفتي تجيبي حاجة وتخيطي وتركني، كل اللي تعمليه هيروح من وشك.
بصوا حبايب قلبي، القماشة اللي في ايد ابراهيم دي قماشة جميلة جدا، كانت في اختي بتشتري منها القطيفة السادة، بس حلوة جدا جدا جدا، وبتقلب في الشمس وفي النور، تحس انها مايلة على البني واللون الزيتوني. الوانها جميلة جدا وعجبتني جدا، وفي الطبيعة احلى من كده احلى من